مولود الحمل 2026 هيدا عام الوصول لأهدافك. من المفيد إنك تاخد وقت كافي لتفكر بالأشياء اللي صارت معك وقتها كان زحل عندك لأول مرة، وهذا الشيء كان بين 24 ماي حتى 1 سبتمبر بعام 2025. على مدار السنوات الثلاثة رح يكون عندك فرص كتيرة لحتى تشوف حياتك كيف عم تمشي. رح يكون عندك فرص انك تجني ثمار حياة انت كنت تشعر فيها. رح يكون عندك تكامل، رح يكون عندك فرص لتكون نافع اكتر في مجتمعك وفي عائلتك. بالنسبة لك من 30 مارس حتى 22 أكتوبر، هيدا الوقت فينا نقول إنه رح يكون عندك حدث عالي، خيال قوي. فأنت بهيدا الوقت لازم تهتم بغريزتك، لازم تهتم بحدسك، لأنه حدسك عم بيكون قوي. بالنسبة لك هذا الوقت جيد كتير حتى تغير بعض قواعد اللعبة. كل ما وثقت بحدسك بهيدي التواريخ كل ما كانت الأمور أفضل معك بالأيام الجاية. عم شوف عندك بالنسبة لك فيما يخص أمورك المهنية رح يكون عندك تطور مالي ومهني. هلا بعض الأشياء اللي عم تحصل عندك في أول 3 أشهر من عام 2026 هي ممكن تشعر فيها أنت بضغوطات لأن فيها مسؤوليات عليك. حتكون عندك سنة مليئة بالنجاح المهني والمكاسب المالية الخارجية والنمو. ممكن يكون في احتمالية تواجه بعض التحديات في علاقاتك، في صحتك في آخر 3 أشهر، لكن حتقدر تبني مهاراتك واهتماماتك الروحية بشكل جيد. ممكن تراجع كوكب المشتري رح يخليك تتعافى في النصف الثاني من هذا العام. رح تشعر بالنشاط بالتدفق اللي ممكن يكون عندك عن طريق فرص مهنية، وهي فرص للنمو المهني، وهيدا حيكون بعد 2 يونيو 2026. لازم تصرف تفكيرك عن العلاقات هيدا العام، خصوصا العلاقات السامة. رح تعاني من بعض المشاكل، ممكن يكون في حزن، في مشاكل في العلاقات الحميمة، لكن كل هذه الأمور رح تقدر تتخلص منها، خصوصا بالتأثير المشترك لكيتو زحل على علاقاتك. هيدا العام لازم تكون حذر من استغلال أي فرصة لكسب المال السريع بطرق غير مشروعة. ممكن تواجه كمان خيبة. ممكن هيدا الشيء يساعدك إنك تاخد قرار إيجابي، لكن لا تجمد أموالك. حاول إنك تستثمر قدر الإمكان. هو عام قوي في نمو مالي قوي، وفي فوائد في علاقات خارجية وفي علاقات سياسية. تحول العلاقات عندك حيكون علامة فارقة طوال هيدا العام. عام 2026 لمولود الحمل رح تكون عندك فرص جديدة حتى توضع استراتيجية مالية جديدة وتاخدك للنمو والاستقرار المالي على المدى الطويل. عندك فرص من الخارج، رح يكون عندك فرصة لتترقى. هلا هون كوكب المشتري ممكن انه يدعم حياتك، هذا الشيء رح يخلي عندك دعم كتير كبير من رؤساء عملك في شغلك. عندك تحقيق مكاسب جيدة وارتفاع في الدخل، وخصوصا في الربع الثاني والثالث من عام 2026 في مصادر متعددة للدخل. لكن ممكن العائلة والمدخرات هذا الشيء حيخلي انتباهك منصب أكثر باتجاه الانضباط لأنه زحل في مدارك.